أكرمك ببنت الحلال، معاك واحدة بتخاف عليك، بتحبك، قايمة بشؤونها معاك، مش متأخرة، كل اللي بتقدر عليه أو اللي مش بتقدر عليه بتحاول توفره لك، تخدمك، توفر لك جو حلو ومريح. طب أنت ليه مهمل معاها؟ ليه متعمد تقلل منها؟ ليه متعمد إن ما تبقاش شايف كل الحلو اللي بتعمله؟ يعني نعمة كبيرة من ربنا قوي 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 إن ربنا هداك بواحدة فهماك، بتضحي عشانك، واخدة بالها منك، أكلك، شربك، ميعاد خروجك، ميعاد رجوعك، مهتمية بيك، وأنت تعبان هي معاك، وأنت بتتألم هي معاك، في مشكلة مشاركاك، كل أمور حياتك هي شريكة لك، حطاك في عينيها. طب أنا عايز أقول لك أنت ليه مهمل معاها؟ ليه بتقلل منها؟ ليه متعمد ما تخليهاش تفضل تكمل في العطاء ده؟ ما هو اصل كل حاجه العربيه اللي احنا بنركبها دي لو ما مولناش بنزين ما هتقف مننا. العطاء والحنيه والموده والاهتمام والمشاركه اللي زوجتك بتديهم لك محتاجه منك ان انت تديها عشان تفضل تكمل. طب انت لو بخلت بيها او بخلت عليها مره في التانيه بالتالتة بمشاعر، ما بتكلمش على الماده، بخلت بالمشاعر، طيب هي هتعرف تكمل ولا لا؟ لو كملت مش هتطول، لان هو المفروض يبقى فيه تبادل. يعني اهلنا زمان كانوا علمونا كده: من خد وده صار المال ماله. ده الكلام ده في المال، في المعاملات التجاريه. يا بالك في المشاعر، الاهتمام المتبادل والعطاء المتبادل، فيه علاقه فيها تبادل، سواء اهتمام احترام، علاقه هتدوم. سواء العلاقة دي كانت بينك وبين مراتك، بينك وبين حد، بينك وبينه علاقة شغل، علاقة عمل، علاقة اجتماعية، أي علاقة فيها اهتمام متبادل واحترام متبادل، يعني ده هتدوم. أهم علاقة يكون فيها احترام متبادل واهتمام متبادل هي علاقتك مع مراتك. هنرجع للنقطة الأولى. طيب هي فعلا أدت اللي عليها؟ هي بدأت تعمل، بدأت تهتم، بدأت تاخد بالها منك، اعتادت انها تبقى حنينه عليك، عطوفه، خايفه، عامله البرنامج بتاعها على اكمل وجه. انت دورك فين؟ ولا انت اعتدت على ده؟ بقى ده الطبيعي، بقى ده العادي، بقى ده مالهيش هي فضل فيه. لا، ده بقى العادي عليها انها تعمل كده، والطبيعي انها تعمل كده، وانت مش شايف ان دي نعمه من ربنا؟ ربنا اللي اراد انها تعمل كده معاك. ده نعمة المفترض انها يعني تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى، وان انت تقول للي قدامك ده شكرا. شكرا ده بالافعال مش بالكلام. شكرا بطريقتك، بحنيتك، بتبادلك الاحترام للاهتمام، تكبر منها، توفر لها وسائل راحة معينة. مفيش مانع تخرج انت وهي. انت لما كنت خاطبها كنت بتتمنى تخرج معاها كل يوم. طب دلوقتي بقى مراتك حلالك، اخرج معاها. مش شرط تجيب لها اللي ما تقدرش عليه، اخرجوا تمشوا، تكلموا كلمتين، اكسروا المود، غيروا الدنيا، ارجعوا هتلاقي دنيا جديدة هي انت عملتها لها، هتلاقي نتيجتها حلوة في بيتك. والله بين لها انها غالية، بين لها ان انت واخد بالك من كل حاجة هي بتعملها، بين لها ان انت راجل بتقدر. عندك فرق بين اللي بيهمل واللي بيقدر. هي بتقدر، فانت باين لها ان انا شايف التقدير بتاعك، شايف الاهتمام بتاعك، شايف الحنيه بتاعتك، وبناء عليه انا ببادلك نفس الشعور. حقها في الحاله دي انها تسمع منك كلام حلو، تشوف منك افعال حلوه، تلاقي طريقه منك حلوه تكبر بيها قدام اهلها واهلك. هي حقها لان هي ادت اللي عليها، فما تبخلش انت باللي عليك. انتوا اقرب من كده رجال. النهارده بتكلم معاكم اخواتي واولادنا وحبايبي، خليكم كرماء في بيتكم. ما اكرمهن الا كريم. فانت خليك كريم، خليك راجل يفتخر بيه، يعني تبقى امام الله سبحانه وتعالى حد محترم،
حد قدام روحك محترم، حد قدام مراتك محترم. ازاي؟ ان انا اقدر اللي بيقدرني. طب اللي بيقدرني ده مراتي، اقرب حد ليا، انا ابادلها التقدير وهعرف ان النتيجه دي هتبقى نتيجه مفضله، لان مراتها هتديني اكتر، هتهتم بيا اكتر، لان هي شايفه ان انا بقدر تقديرها، فعطائها مش هيقف، هيكمل، حياتنا كلها هتبقى جنه. السلام عليكم.